مساء الخير على احلى واجمل متابعين سفرة سهير. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب النهارده تكونوا بخير. هنعمل مع بعض النهارده فطائر من الفطائر الهشة جدا ولذيذة، وفيها قيمة غذائية حلوة جدا، وهنعملها مع بعض. هتنفع وجبة غدا او عشاء، هتبقى بجد من ألذ الوجبات اللي انت ممكن تقدري تعمليها، وسريعة جدا. يا ريت لو عجبكم الفيديو تكملوا معايا لغاية الآخر. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لايك واشتراك وتفعلي الجرس. يلا نروح مع بعض على المقادير. في بولة العجين هضيف 3 كوبايات لبن، ممكن تستبدليهم بمية، بس المية بتاعتك تكون دافية. لو انت بقى عايزة تعملي حاجة فيها قيمة غذائية حلوة، هتضيفي 3 كوبايات لبن اللي هو الحليب، او ممكن تستبدليه بلبن اللي هو البودر. تمام. بعد كده هنزل بربع كوباية زيت، معلقة خل، معلقتين او 3 معالق صغيرين خميرة فورية، نص معلقة ملح، وهنزل بمعلقة سكر. في الوقت دوت المفروض ان انا اضيف بضاية، بس في الحقيقة ان انا نسيت خالص ومحطتهاش، بس هحطها اثناء وانا بعجن. تمام. هنزل بكيلو دقيق. لو انت حابة تعملي نص المقدار في صينية اصغر، او مثلا في صينية مدورة، ممكن تستخدمي نص المقادير اللي انا قلتها. تمام. بعد كده هشغل العجان على سرعة بطيئة، وبعد كده هنعلي السرعة شوية لغاية ما العجينة تبقى عجينة عندي حلوة، تكون ولا هي خفيفة ولا هي تكون عجينة متماسكة. بصوا، في الوقت ده انا افتكرت ان انا ما حطيتش بقى البضاية، فهبدأ ان انا اضيفها. وهضيف برضو حوالي نص كوباية مية كمان، علشان العجينة كانت متماسكة معايا. تمام. هقلبهم كويس بالعجان، بقوا عندي بالقوام دوت. هبدأ بقى كده اسوي الوش بالشكل ده، وهغطيهم، هسيبهم لغاية ما العجينة بتاعتي تخمر. اثناء ما العجينة بتخمر، هبدأ بقى اجهز الحشوة اللي انا هحشيها للفطائر بتاعتي. اول حاجة جبت نص كوباية لبن، ضفت معلقة اللي هو الفلفل الاحمر اللي هو الهريسة، حطيت بصل بودر، توم بودر، بابريكا، وحطيت بهارات بتاعت فراخ او خلطة فراخ المتوفر عندك. كل الحاجات دي بتدي طعم حلو للشاورما. عايزة اقول كمان ان انت ممكن تستبدلي اللبن ده بمعلقتين زبادي. في الحقيقة اللي متوفر عندي كان لبن، فانا حطيت لبن. انا هعمل بقى الخلطة دي. جبت بقى كيلو اللي هي الفراخ اللي هي الصدور، قطعتها بالشكل دوت. وبعد كده بدأت اتبلهم التتبيلة دي علشان اعمل حشوة الفطائر بتاعتي. لو انت حابة تحشي الفطائر بتاعتك حشوة لحمة مفرومة، تمام، هتبقى حلوة جدا. عايزة تحشيها برضو خضار، هيبقى برضو جميل جدا. تمام. جبت طاسة على النار، حطيت فيها معلقة سمنة بلدي، ونزلت بقى بكمية الفراخ بتاعتي بالشكل دوت. بنسيب السمنة تغلي كويس، وبعد كده بنبدأ نشوح الفراخ بتاعتنا. هو يستحسن ان انتي لو مش مستعجلة تسيبي التتبيلة بتاعتك دي حوالي ساعتين. بعد كده بكون مقطعة بصلة كده شرايح رفيعة، وحوالي فلفل، يعني قرن فلفل او 2. لو انت حابة اللي هو الحار، تمام، الفلفل الحار تمام. حابة تحطي فلفل بارد برضو تمام، اللي يعجبك انتي. بعد كده بفضل بقى اشوحهم بالشكل دوت لغاية ما يبدأوا بقى يستويوا معايا. بفضل اقلب فيها كده بالشكل ده. بصوا، هي خلاص استوت، هسيبها لغاية ما تبرد، وبعد كده هنبدأ نشوف العجينة بتاعتنا. بصوا، انا بوريكم من العجينة كده اختمرت كويس جدا معايا. هبدأ بقى اقطع العجين ده على جزئين، وهطلع كمان منه في ترتين تاني صغيرين. يعني الكيلو الدقيقة هيطلع لي اللي هو الصاج اللي انتوا شفتوه، هيطلع لي كمان في ترتين صغيرين. اول حاجة خدت قطعة بالشكل دوت، هحاول افردها على شكل طولي، علشان هعملها على الصاج اللي هو مقاس في حدود 30 في 40. بكون بقى محضرة الصاج، بكون مدهناه مثلا شوية زيت كده هوت، او زبدة او سمنة، اي مادة دهنية عندك. وبعد كده بتفردي بقى الفطيرة بتاعتك. طبعا لو انت هتعملي في مقدار اقل من ده، تمام. اهم حاجة بقى نفرد العجينة بالشكل دوت، تبقى العجينة بتاعتنا ما بتبقاش السمك بتاعها تخين، بيبقى سمكها بالشكل اللي احنا شايفينه دوت. ببدأ اسويها كده على شكل طولي،
علشان لما اجي احطها بقى في الصاج تبقى مظبوطة معايا. تمام. بصوا الصاج بتاعي اهو، بدأت بقى افرده، بدأت افرد العجين بتاعي، بلفه كده على المردلة بتاعتي علشان افرده على الصاج. باخدها بالشكل دوت، ما بتلزقش ولا اي حاجة، لانك انت بتفرديها على طول على الصاج بتاعك. طبعا لو الصاج مش مظبوطة بتبدأي انت كده تسويها بايديكي بالشكل دوت. تمام كده. يبقى احنا فردنا اول طبقة، ولغاية بقى ما نعمل الحشوة ونفرد الطبقة التانية. بركنها على جنب لغاية ما انا بقى بفرد الطبقة التانية. اهم حاجة بس نرش شوية دقيق عشان العجينة برضو عندي طرية، مش اللي هي العجينة اللي هي بتبقى ناشفة، عشان العجينة بتاعتك تبقى هشة، ما تخليش العجينة بتاعتك تبقى تقيلة او تخينة. تمام. هبدأ افردها تاني بقى القطعة التانية بالشكل ده. برضو اهم حاجة تكوني رشة دقيق خفيفة عشان ما تلزقش معاكي. بعد كده برضو بحط شوية دقيق، وهي انا حسيتها بدأت تلزق معايا فردتها وسبتها بالشكل دوت. جبت بقى شوكة، بدأت اعمل الثقب كده فيها. في الوقت دوت بقى تحضري بقى الحشوة بتاعتك، بتكون باردة تماما، وتبدأي بقى تنزلي على الفطير، العجينة يعني بتاعت الفطير بتاعتك بالشكل ده. بنسوي بقى الحشوة بتاعتنا، بنوزعها كويس جدا على العجين بتاعنا. انا وزعتها بالشكل دوت. جبت بقى الجنب التاني نفس ما انا عملت بالظبط اول مرة بالمردلة. ببدأ برضو افرد العجين على الفراخ بالشكل دوت، على طبقة الفراخ. لو في عجين اتبقى معايا بقطعه كده من الحرف كده بالسكينة، ما بتعملش اي حاجة. بنبدأ نساوي اي حتة بتكون مش متساوية يعني عليها طبقة العجين من فوق. بحاول ان انا يعني اظبط كويس جدا الفطيرة بتاعتي على الطبقة التانية. بعد ما بظبطها بجيب بقى شوية لبن. انا بحب تملي ادهن بشوية لبن كده. في ناس بتحب تدهن بصفار البيض. الصراحة انا كتير ما بفضلهوش، يعني بحس ان اللبن افضل. بعد ما دهنت اللبن في الخطوة دي، لو انت حابة تستعملي ايدك بالشكل دوت هتطلع معاكي برضو القطعة زي ما انتوا شفتوها انا بقدمها معاكم في اول الفيديو. تطلع القطعة بقطعتها. انا عملت بحرف ايدي، بدأت احدد كده كل الصاج بالشكل دوت. لو انت حابة تقسميها بسكينة براحتك خالص، بس انا حبيت ان انا اعمل الشكل ده. بعد كده في الوقت ده جبت بقى سمسم، وجبت اللي هو حبة البركة ازين بيها. برضو دي خطوة اختيارية، لو انت مش حابة تحطي سمسم او حبة البركة تمام، استكفي كده. بس هي بتدي ريحة حلوة جدا للمخبوزات بتاعتنا، وبتبقى جميلة جدا. بعد كده وزعت بقى السمسم بالشكل ده كله. بعد ما وزعت السمسم بالشكل ده وحبة البركة، هبدأ بقى اجيب اللي هما الفطيرتين، هقطع فطيرتين على قطعتين، وبعد كده هعملهم واوريكم بقى الفطير كله اللي انا عملته طلع لي قد ايه. هقطعهم على قطعتين. لو انت حابة بقى تعمليهم في صينية واحدة او في صاج واحد تمام، اللي يعجبك. بدورها بالشكل دوت وبعملهم، وبعد كده بسيبهم يريحوا بس. يعني ممكن اسيبهم يريحوا مدة 5 دقايق، وبعد كده ببدأ افردهم. بس علشان انا مستعجلة وده وقت التصوير، فما بقدرش ان انا اسيب الحاجة تريح كتير. فانتي بقى ممكن تسيبيها تريح معاكي 5 دقايق 10 دقايق، كل ما بتريح معاكي بتكون افضل كتير العجينة في ايدك وانتي بتفرديها. تمام. بعد كده بقى نزلت بالحشوة كده اهوت، وهلم بقى العجين على الحشوة كلها. هقفل العجينة بالشكل دوت وهبدأ ألمها، وبعد كده هسيبها على الصاج أو صينية زي ما أنا قلت لكم. أنا جبت بقى الصينية دي دهنتها طبقة زيت خفيفة، وبعد كده هبدأ برضو أجيب القطعة التانية أفردها نفس الشكل بالظبط. هرش لها دقيق. طول ما احنا بنلاقي العجين بيلزق معانا نبدأ نرش رشة دقيق خفيفة ونفرد العجين بتاعنا. بعد ما فردت بقى الفطيرة بدأت احط الحشوة بتاعتي، وبرضو لميت العجين كله بالشكل دوت.
هبدأ اقفل كويس جدا العجين كويس علشان مفيش حاجة تطلع من الحشوة بتاعتي. بفردها كده بس فردة بسيطة، وبعد كده بحطها على الصينية بتاعتي. زي ما انا قلت لكم، اهم حاجة ندهن الصينية بتاعتنا دهنة خفيفة جدا من الزيت او السمنة. تمام. بفردها بقى بكف ايدي بالشكل دوت. بعد كده بقى بنكون محضرين الفرن، يعني بنبقى مجهزين الفرن على درجة حرارة 200. بنبدأ بقى نسخن الفرن كويس قبل ما بنيجي نحط الفطير بتاعنا لمدة 10 دقايق. بعد كده بجيب بقى شوية لبن، ببدأ يعني أفرده كده على وش الفطير، بدهن وش الفطير كويس باللبن. لو حابة تدهنيه بيض صفار بيضة تمام. أنا بحب تملي بفضل في أي معجنات إن أنا أدهن وش المعجنات بتاعتي باللبن. بعد كده بدأت أرش حبة البركة وسمسم، وكده جهزت بقى الصاج والصينيتين الفطير بتاعنا بالشكل دوت. هتنفع معاكي بجد، وجبة حلوة جدا، والوجبة دي هتعجب الأولاد وفيها قيمة غذائية حلوة قوي. بعد كده حبيت احط بس كده على الوش شوية زيتون كده مخليين، يدوا طعم حلو معايا وفي نفس الوقت يبقى شكلهم حلو. تمام. هبدأ بقى احطهم في الفرن، واول ما يطلعوا من الفرن هوريهم لكم. حطيتهم كده بقى في الفرن بعد ما طلعوا، ده بقى عندي بالشكل دوت. اول ما بيخرجوا من الفرن على طول ببدأ اغطيهم لمدة حوالي ربع ساعة علشان الفطير بتاعك يبقى طري. غطيها اول ما يطلع من الفرن على طول، هتلاقي الفطير معاكي بقي هشش جدا وفي نفس الوقت طري قوي. بجد بيبقى تحفة. هقطع كمان قطعة هو لسه خارج على طول من الفرن هوريها لكم. بصوا بجد جميلة جدا وهشة من الفطائر، لو انت عملتيها بجد هتعجبك جدا. بصوا القطعة دي كمان. وبكده فيديو النهاردة يكون خلص، ياريت يكون عجبكم واستفدتوا منه حتى لو كانت معلومة بسيطة. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك وتفعلوا الجرس. استنوني الفيديو القادم. باي باي.